النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. سلام غزولتي، سلام دوك الفحلات هذوك الزينات اللي دايما ينتظروا مني جديد. اليوم جديد حبيباتي، هي الطاولة الرمضانية 2026، وبالمناسبة نقول لكم كل عام وانتم بألف خير، كل عام وانتم مبسوطين، وكل عام وانتم لله أقرب. اليوم حبيبتي وجدت لكم هذه الطابلة لكم تشوفوها الرمضانية لأول يوم في رمضان. وجدت لكم كما راكم تشوفوا الحريرة، سلطة لوردوف تاع دوزيطاج. درت لكم كذلك البوراك، درت لكم كذلك كفتة اللي هي كما يقول لك غلفتها بالفرomاج. درت لكم كذلك طاجين تاع الزيتون بالدجاج. درت لكم معقودة. هذه هي الطاولة الرمضانية البسيطة. نتمنى حبايبي تابعوا معي الفيديو كيف حضرت لكم هذه الأطباق، يعني تابعوه من الأول إلى الآخر باش تشوفوا كيف جاو هذه الأطباق اللي جاو يشهوا وجاو بنون كذلك بمواد بسيطة بسيطة جدا، وتقدر أي مرأة عربية توجد هذه الأطباق، ما هيش مكلفة. ودائما يعني تعرفوني بلي نوجد إلا الأطباق اللي ما هيش مكلفة. أول شيء راح نسبقوا عليه هي الحريرة. الحريرة اللي هي سيدة طاولة رمضان. هنايا بعد اللي نقيت الخضرة الكل كما راكم تشوفوا، بصلة عندي، زرودية عندي، حبة بطاطا عندي، كذلك لفت درتها تطبخ كما راكم تشوفوا، وعاودت كذلك طحنتها ورميت شوية نتاع الشيشة. هذه هي الحريرة. واللي يحب كذلك يشوف يعني الحريرة من الأول إلى الآخر، يعني موجودين الفيديوهات في القناة، وحاولوا تتابعوا هذه الفيديوهات كيف توجدوا الحريرة ساك. هنايا حبيباتي بعد اللي طحنت الخضرة ودرت لها الشيشة وطابت الشيشة، هنايا نزيدوها شوية نتاع زيت، ومن بعد كذلك نفرغوا عليها القوام. هنايا كي نقربوا نطفوا عليها، يعني دوك التوابل راني كذلك موجده لكم التوابل يعني في الفيديوهات يعني القديمه، تقدروا تشوفوا التتبيله نتاع الحريره. هنايا بعد اللي فرغت عليها التتبيله كما راكم تشوفوا، ها هو الشكل النهائي نتاع حريرتنا اليوم، يعني روعه روعه روعه، وجات كذلك تشهي. يعني الطاولة الرمضانية اللي ما فيهاش الحريرة ماهيش مقبولة عندنا حنايا في رمضان. هنايا نوجدوا كذلك شوية نتاع معقودة. هنايا بعد اللي طبخت البطاطا كيما راكم تشوفوا نقيتها، هنايا راح راني نمرسها كيما راكم تشوفوا، نزيدوها شوية نتاع ملح، نزيدوها شوية نتاع بزار، فلفل كحل، يعني ما نكثروا ليهاش التوابل. عندي شويه ملح وشويه بزار، كذلك نزيد لها شويه نتاع زعفران. انا نحب لا كولور تاعها يكون صفر يعني، ولا كولور هو اختياري، ماهيش مجبور عليك تخليها صفراء. انا نحب هذاك لا كولور. كذلك ضفت لها شويه نتاع قزبر. وهنايا بعد اللي وجدتها في صنيوه كامله يعني نوجدها، ومن بعد نبدا نقلي فيها. يعني راني درت لكم الاطباق راني غير خف باش ما نطولش عليكم الفيديو. وهنايا حبيباتي، هنايا بعد اللي قليتها كذلك ستفتها هنايا في هذه الصنيوه، جات رائعه جدا. يعني صورت لكم كل طبق شويه باش ما نطولوش الفيديو. هنايا نروح كذلك، هنايا طيبت شويه نتاع اللحم تاع الدجاج وفتته كيما راكم تشوفوا، نزيد عليه شويه نتاع بصل، شويه نتاع قزبر، وندير له شويه نتاع تتبيله، شويه يعني فلفل كحل يعني. وهذه اختيار كل واحد واش يحب البنه نتاع البوراك نتاعو. وهنايا كذلك كيما راكم تشوفوا راني نويتهم وجدتهم عمرتهم، وهنا راني نقليهم كيما راكم تشوفوا. هنا راني وجدتهم. بعد اللي وجدته حبيباتي درتهم في الزيت راهم يتقلاو. هنا واش بقى لي نروحو الطاجين تاع الزيتون، شويه نتاع بصل. انا المرقه نتاع الزيتون درتها لكم مرقه بيضاء. نديرو البصل، نديرو شويه زيت، يعني طاجين عادي، نرمو عليه شويه نتاع اللحم،
نضيفوا له شويه نتاع ملح كالعاده يعني، ونضيفوا له كذلك شويه نتاع راس الحانوت، شويه نتاع بصل، ونخلط، نبدا نحرك فيها حتى يتقلى داك شويه نتاع اللحم داك البصل باش يعطيك واحد النكهه بنينه. هنايا نمرقوه بشويه ماء حامي، هنا نضيفوا له الزيتون، وهنايا نخلوه يطيب ونمروا الى الكفته نتاعنا اللي وجدناها كما شفتوا ديك اللي غلفتها بالفرomاج. هنا الكفته نتاع الدجاج ضفت لها شويه نتاع ثوم وشويه نتاع قزبر وشويه نتاع بصل وشويه نتاع ملح، ودرت لها كذلك لا شابلور باش تلمد معانا. هنا كذلك نضيف لها حبات نتاع بيض او تقدري تستغني عن البيض، هو اختياري لك. وراح نمزج الكل، يعني راح نخلط الكل. وهنا يا حبيباتي بعد اللي وجدناه كما راكم تشوفوا درتها على شكل كويرات وراني نقلي فيها، راح تجي رائعة جدا. نحطه بالحبة في الزيت كما راكم تشوفوا، يعني اشياء بسيطة جدا تقدري توجدي بها الطاولة الرمضانية نتاعك، يعني ما راحش تكلفك. يعني الفيديوهات الكل نتاوعي ماهيش مكلفين، يقدر اي انسان يوجدهم. وهنا كما راكم تشوفوا راها طيب معانا. هنايا نمروا للسلطه. هنايا بعد اللي طيبت الرز وحده كما راكم تشوفوا كذلك وجدت شويه نتاع خضره، شويه نتاع بطاطا، شويه نتاع جلبان، شويه نتاع زروديه، ودرتهم يفوروا. وهنايا نجيبوا الرز نضيفوا عليه الجلبان تاعنا، راح تجي سلطه رائعه اذا تبعتوا الفيديوهات. يعني سلطه لوردوف هي اشكال والوان، وان شاء الله يا ربي كل خطره نوجد لكم منها طبق. هنايا نضيفوا ليها الطو، والطو اختياري، كل واحد واش يحب. كان اللي يحب يعني طوماط، وكان اللي يحب داك الطون تاع الزيت. انا العائله تحب يعني الطون تاع الطوماط. ونضيفوا لها كذلك المايونيز باش نعجنوا هذاك الرز. وهنايا بعد اللي خلطناه كما راكم تشوفوا، وهنا حبيباتي راني نوجد لهم الطاوله الرمضانيه. هنايا راني نحط كما راكم تشوفوا المرقه نتاع الزيتون تاعنا، قلت لكم درتها بيضه كما راكم تشوفوا جات بنينه 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 بزاف. هذا هو طبق الزيتون. انا شوفوا المشيشه نتاعي راني نعطيها تفطر. هنا يا حبيبتي كما راكم تشوفوا الطاوله نتاعي راها وجدت. هنايا عندنا الطبسي نتاع الزيتون، عندنا المعقوده نتاعنا، شويه مايونيز وشويه كذلك الصوص ثاني حاطاهم على جنب. هنايا الحريره. هنايا السلطه نتاعنا درتها على دوزيطاج، تمر كذلك والحليب. وهنايا البورك كما راكم تشوفوا جا رائع جدا. هنا كذلك هذيك الكفته اللي غلفتها بالفرomاج.
ما حبيتش نطول عليكم الفيديو. نتمنى حبايبي اعجبكم الفيديو، والى فيديو اخر باذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، وبدون ان تنسوا دعمي بجيم والاشتراك، وبطبيعة الحال على لقاء فرجة ممتعة. رمضان مبارك وكل عام وانتم بألف خير.